لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي يخضع للتحقيق في باريس بتهمة الاغتصاب. صحيفة لو باريزيان الفرنسية قالت إن فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً تقدمت للشرطة نهاية الأسبوع الماضي قائلة إن حكيمي قام بمحاولة اغتصابها، مؤكدة أنها لا ترغب في توجيه التهمة ضده، لكنها تريد الكشف عن اغتصابها. الصحيفة كشفت أن حكيمي تعرف على الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 16 من يناير الماضي، وأن الفتاة ذهبت إلى منزل أشرف حكيمي اليوم 25 من فبراير على متن سيارة أوبر طلبها لها اللاعب. لاحقاً تمكنت الفتاة من الهروب بعدما دفعته بعيداً بقدمها، وأرسلت رسالة إلى صديقة وجاءت لرؤيتها. الشابة تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل. مكتب المدعي العام رفض الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من المعلومات المنشورة، قائلاً إنها تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة